أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي هنتكلم فيه عن تأثيرات الكورونا على السينما والفن بشكل عام. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في 2021، يعني بعد ما فات سنة على الكورونا. طبعا كلنا متفقين ان الكورونا غيرت حاجات كتير بشكل عام. يعني بقينا ماشيين على نظام غير النظام اللي كنا ماشيين عليه في العقود اللي فاتت، يعني بسبب جائحة سريعة الانتشار وبتهدد حياة وأرواح ناس كتير، مليارات البشر. ولا شك طبعا إن مش بس هددت أرواح البشر، دي هددت كمان بيزنسز، وقعتها. في فعلا بيزنسز وقعت وقفلت بسبب الكورونا، في بيزنسز تانية عندها عجز وبتحاول إنها آه، بتصارع إنها تفضل موجودة، لأن هما بيمشوا يعني على صراع البقاء. وفي ناس يعني واخدة الريسك، يعني بالنسبة لها كورونا مش كورونا مش فارقة، أنا هاخد الريسك وهكمل في اللي أنا ماشي فيه. وعلى الرغم ان بقى فيه اوبشن تاني، ان بقى فيه دلوقتي عندنا منصات رقمية. اي نعم، هم مش يعني هو في حوالي 3 4 منصات بس اللي فيهم محتويات عربي ومصري، بس ستيل برضو لا. طيب ليه مش عايزين، يعني ليه مثلا مش عايزين المنتجين يعني مش عايزين ينزلوا الافلام في السينما لحد دلوقتي؟ هقول لك على حسبة بسيطة. لما تعمل مثلا
مع فوكس قبل ما تروح لديزني برضو، فتعتبر هولو هي ديزني برضو. في راح امازون برايم، بس امازون برايم هي يعني نوعا ما مشاركة في شركات معينة، شركات انتاج معينة، لكن ما عندهاش شركة 100% واخداها يعني. بس هي عندها كده كده شركة انتاج بتاعتها. ان كان في سينما في كاليفورنيا تقريبا، تعتبر من اقدم السينمات هناك، عمرها حوالي 50-60 سنة السينما دي. قفلت من كتر الخسارة اللي هي مرت بيها. يعني عمرها في حياتها، يعني السينمات دي اللي عمرها ما بتشوف سنة. بتقطع التذكرة وبتدفع تمن الفيلم ده، تمن تذكرة الفيلم ده. هو ده بالظبط اللي بيعملوه في ديزني بلس. انت ممكن تكون مشترك وفي باقة شهرية وكل حاجة ب 12 دولار ولا 15 دولار وكله تمام. بس في مثلا فيلم من اللي هو كان المفروض ينزل في السينما، او هو موجود في السينما بس متاح في المنصة دي مثلا يعني، عايز تتفرج عليه، تدفع فلوس بتاعة الفيلم ده نفسه، لان دي حاجة جديدة واكسكلوسيف والاول مرة وعرض اول. فاهم ازاي؟
وده في النهاية بيوصلنا إن ابتدى المنصات الرقمية يبقى ليها شأن أكبر بكتير من قبل الكورونا. بس السؤال ده، نجاح المنصات في الموضوع ده هيفضل ثابت ولا هيبقى نجاح مؤقت؟ ده اللي احنا مش عارفينه في ظل الظروف دي، لأن هي كورونا دي في أي وقت ممكن نصحى نلاقيها اختفت. ولما تختفي الحاجة مش هتبقى زي الأول. يعني ممكن هنرجع كلنا تاني نروح السينما، والاستخدام المنصات الرقمية دي مش هيبقى زي ما كان دلوقتي. فما حدش يعرف ولا حد يضمن الظروف ولا حد يضمن حاجة. يعني ممكن النهاردة الحاجة دي تلاقيها معدولة، تصحى الصبح تلاقيها معكوسة، انت ما تعرفش. الموازين كل يوم بقت ب... بتتقلب بسبب يعني الكورونا دي خلت اي حاجة ممكن تتقلب عادي ما تتفاجئش بيها. وهو ده بقى اللي احنا مستنيين نشوفه، ومستنيين نشوف النتيجة على المدى الطويل. طيب ده بالنسبة للسينما. طب بالنسبة بقى للتصوير نفسه، يعني انت دلوقتي بقى في مشكلة تانية، مشكلة التصوير. لو هنتكلم في بالنسبة، طبعا انا معرفش حاجة عن هنا، بس انا اعرف بالنسبة لبره. بره بقوا دلوقتي بيعملوا ان هم ايه، مبدئيا بيتم الاعتماد على المكان بحسب
وبتمنى يعني الوضع كمان الوبائي يبقى احسن والدنيا تكون كويسة. انا ما بطلبش اكتر من كده، وما يبقاش فيه اي نوع من انواع الوقف الحال، لا للمنتجين ولا للناس الصغيرة اللي بتشتغل. فيلم فاكتوري بودكاست على مختلف المنصات السمعية اللي موجود اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن، وتقدروا تتابعوا من عليها الحلقات اللي هتنزل جديدة كل أسبوع يوم السبت الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة.